السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاعب ريال مدريد يريد الرحيل. ذكرت صحيفة اكسبريس البريطانية أن المدافع البرازيلي دانيلو يرى أن عرض تشيلسي لضمن فرصة كبيرة له في ظل مرور بفترة عصيبة مع ريال مدريد ومشاركته في 17 مباراة فقط في الدوري الإسباني الموسم الماضي. وأضافت الصحيفة أن دانيلو يرى أن طريقة لعب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي بالاعتماد على خطة 3-4-3 ستكون مثالية بالنسبة له لرغبته في الحصول على مهام هجومية. ونجح دانيلو في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين مع النادي الملكي، بالإضافة لحصد ألقاب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي. الخبر الثاني، ريال مدريد يربط لاعبه بنصف مليار يورو كشرط جزائي. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد وضع شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو في عقد نجمه الجديد داني سيبايوس ليقطع الطريق مستقبلا على نادي برشلونة الذي حاول خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة قبل توقيعه مع الملكي. وأشارت الصحيفة إلى أن سيبايوس وقع على عقد انضمام الملكي حتى عام 2023 ليكون جزء من مستقبل النادي الملكي، ولذلك وضع مسؤولي شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يكن الفريق الوحيد الذي يضاري سيبايوس، ولكن حاول يوفنتوس ونابولي الإيطاليين التوقيع معه، إلا أن اللاعب فضل ريال مدريد. الخبر الثالث والأخير، النادي الصيني يهدد برشلونة في المحاكم. بعد إلحاح نادي برشلونة على صفقة باولينيو، أصبح النادي الصيني جوانزو منزعج من النادي الكتالوني وأنه متمسك باللاعب باولينيو ولا يريد بيعه. وأيضا مدرب الفريق سكولاري طرد باولينيو من التدريب بسبب استهتار اللاعب وبسبب رغبة اللاعب للرحيل إلى نادي برشلونة. ونشر صحيفة آس الإسبانية لا مزيد من المفاوضات بين برشلونة والفريق الصيني. إدارة جوانزو سترفع دعوى قضائية ضد برشلونة إذا قاموا بالتفاوض مع اللاعب مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.